مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النهضة، معنا ضيف استثنائي لأنه شاعر، والشاعر استثناء دائم، وهو باحث في النقد، جمع بين نقد الشعر ونقد الرواية، وهو أيضا محب للبلاغة، يعرف نعمة اللغة ويعرف وظائفها، مع الشاعر الكبير إبراهيم منصور، الدكتور في النقد الأدبي، يدرس النقد والأدب في جامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، فأهلا به معنا. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي. دائما ما يسأل الناس في البدايات عن بدايات الشعر، لكنني أريد أن أكسر هذه القاعدة وأن أسأل عن وظيفة الشعر. كيف ترى وظائف الشعر؟ على امتداد التاريخ ربما كان الشعر محركا لما في داخل النفوس، يعني ربما يكون الشعر في لحظة محركا لمشاعر، أو كان في القدم والشعر بالنسبة للعرب هو ديوانهم، كان يعلي من قبيلة ويخفض من قبيلة أخرى، لأن الشاعر هو إعلامي القبيلة، هو الذي يذكر مفاخرها ويذكر مناقبها أمام الجميع، فيذيع صيت القبيلة مما يقوله الشاعر. مع تقدم الزمان وظهور وسائل أخرى للإعلام، أصبح الشاعر يهتم بالكلمة ويهتم بالفكرة، فحرك الشعر ثورة. لكن في هذا الزمان الذي نعيشه ربما يصل الشعر الآن إلى الرفاهية إلا لمن يكتبونه بصدق. باعتبارك باحثا في البلاغة، ألا ترى معي أن البلاغة توسع اللغة، بمعنى أن المفردة تكتسب معنى جديدا وحياة جديدة باستخدامها البلاغي؟ في الشعر نحن نستخدم البلاغة، الاستعارة والكناية والمجاز وغيرها، ألا يمنح هذا اللغة حياة جديدة؟ بلى يمنحها حياة جديدة. طبعا لا توجد بلاغة للكلمة المفردة، لكننا نقول عنها فصاحة، إلا إذا كانت الكلمة لها دلالتها التي تأخذها من الفصاحة إلى البلاغة. البلاغة لم تعد في وجهة نظري الخاصة، وأنا أبتعد عن يعني الدراسة، هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال فقط، لكنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ولمقتضى ما سيأتي، ليس الحال فقط الذي يحدث، لأن الشاعر يقرأ ما بين السطور، لأن الشاعر فيه جزء من نبوءة، هذا الجزء هو الذي يجعله من قراءته ومما أوتي يستطيع أن يتبين، فيستخدم الكلمة في إطار جديد يخرجها من معناها المعجمي إلى معنى آخر حي. هذه الحياة التي تكتسبها المفردة والذي يكتسبها التركيب تأتي من البلاغة، وهي ككل شيء إذا كانت لدينا قاعدة ننطلق منها في النحو وفي العروض وفي البلاغة، فإن كسر هذه القاعدة هو الخروج في إطار السور اللغوي الذي تسير فيه الكلمات وتسير فيه المفردات، لتصنع حياة جديدة من كلمات يعرفها الجميع ويستخدمها الجميع، لكن الشاعر يستخدمها بشكل آخر. دخلت بنا إلى ميدان اللغة والبلاغة، كما قلت أنت هي التي تمنح اللغة حياة جديدة. ما الذي ستفعله أمة ليس لديها لغة أو كسرت لغتها؟ بمعنى ماذا لو نظرنا إلى تعليم اللغة العربية في بلادنا،
في مؤسساتها المختلفة. كيف ترى هذا وكنت مدرسا للغة العربية؟ كنت وما زلت أدرس اللغة العربية، لكن أنا سأجيب على السؤال بسؤال آخر، وهي عايزني أجاوبك أنا ولا أنت اللي هجاوبك؟ وهي هذه الحيرة. هذه الحيرة نشترك جميعا، لأن ربما رد حضرتك أننا جميعا شركاء. صحيح. فأنا أنتظر إجابتك كما تنتظر إجابتي. هل هو مقصود ما يحدث الآن للغة العربية؟ هل هو مقصود أن تضيع الهوية من خلال أشياء يروج لها، تبدأ بخنوثة اللغة من خلال دخول أشياء بعيدة عنها، مع أن الأمر في منتهى السهولة؟ والذين تعلموا، إذا كنا نتحدث في جانب تربوي وفي تعليم اللغة العربية، فإننا نتحدث عن مخرجات إذا ظلت على هذا المسار فإنها هاوية لا قرار لها. مخرجات التعليم، عندما أنظر مثلا إلى كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي في عام 1926، وقد وقعت عليه مصادفة، فأجد نصوص تلميذ الصف الرابع الابتدائي يدرس لمن؟ يدرس عصور الأدب من الجاهلي حتى الحديث، في الوقت الذي كان شوقي وحافظ موجودين في الكتاب من خلال نصوصهما. أرى خط الطالب بالقلم الكوبيا، طالب رابع ابتدائي الذي يكتب كتابة سليمة والذي يدرس هذه النصوص بهذا الشكل، مخرجه هو مخرج من علمنا. اسمح لي يا أستاذ إبراهيم أقطعك وأرجع إلى مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين. هذا الكتاب اللي ربما يكون كتب قبل حوالي 70-80 سنة، وأنت بتكلمني عن 1426، يمكن عن 20-25 سنة فقط لا غير، مش كده؟ يعني لا 26، يعني 90 سنة. أنت بتتكلم عن 26 ميلادية، 1926 تمام. نعم. من هذا التاريخ اللي هو 1926 ميلادية حتى مستقبل الثقافة في مصر، ولم يكن بعيدا عن هذا التاريخ كثيرا، يتعامل طه حسين مع التعليم المصري باعتباره تعليما سيئا فاشلا، ويضع في هذا الكتاب روشتة لإصلاح التعليم المصري. إذا كان طه حسين في هذا الوقت اللي كان بيتعلم فيه كبار يمكن كتابنا ومثقفينا، يمكن نجيب محفوظ ويمكن يوسف إدريس ويمكن توفيق الحكيم، اللي هم أثروا الساحة الإبداعية العربية كلها، وخرج لنا هؤلاء من هذه المدارس. في هذا الوقت كان يعتبرها طه حسين مدارس فاشلة. كيف تقيم هذا؟ يعني إذا كان ده فشل سنة 40 مثلا، طب اللي حاصل في سنة 2016 ماذا نعتبره؟ ثم ما الذي أدى بنا إلى هذا الحال اللغوي؟ يعني أرى أن الرجل استشرف ما نحن فيه الآن، وإن كانت الصورة لديه وهو رجل تعلم ومن أوائل من حصلوا على الدكتوراه. والغريب أن وزير التعليم كان أديبا، يعني في تاريخ مصر لم يتولى وزارة التعليم تربوي أو أديب سوى من يعد على أصابع اليد الواحدة. فأنت في البداية تعطي الأمر لغير أهله. استشراف طه حسين حين قال التعليم كالماء والهواء، حين كان الماء والهواء نظيفين. أما الآن فحقيقة التعليم في مصر كالماء والهواء في مصر، وهذه هي المشكلة. هي منظومة تذهب بنا جميعا إلى صورة من الصور التي لا نأملها. يعني أصبح ما ينفق على التعليم في مصر لا يتحمله البسطاء لكي تعلم أولادك تعليم له قيمة. والتعليم الذي له قيمة سيأخذك إلى أن تعلمهم لغة أخرى غير اللغة العربية، أن تعلمهم الحاسب، لأنك تنتظر أن يكونوا في حال أفضل من خلال فرص عمل أفضل، ويرون أن اللغة العربية
لغة تتراجع بنا، لا تتقدم بنا. اللغة العربية في مأزق. نعم. كما ربما يكون هذا هو حال أشياء أخرى في مأزق أيضا. لكننا عندما نتحدث عن اللغة العربية نحن نتحدث عن شرائح مختلفة. فمثلا هناك لغة الإعلام. كيف ترى لغة الإعلام العربي؟ إذا كانت لغة الإعلام العربي كلغة حضرتك الآن فهي جميلة، لكن أنت تستطيع أن تتبين ذلك. يعني هناك فرق بين لغة الإعلام، اللغة التي توجه لكل الشرائح، فهي لغة السهل الممتنع التي يفهمها المثقف ونصف المثقف والرجل العادي لكي أوصل إليه خبرا. أنا لا أريد بلاغة لتوصيل خبر أو لتوصيل معلومة، لكني أريد صحة وصراحة. ما هو هنا أنا عايز نتكلم في المنطقة دي. يعني حضرتك لما نيجي نتكلم، عندما نتحدث مثلا عن القنوات الفضائية دون تحديد، هل المذيعين والمذيعات اللي انت بتشوفهم في القنوات، انا بتكلم دلوقتي بالعاميه عشان الناس تفهمنا، لانه قد نبدو انا وانت كائنين فضائيين، يعني جايين من المريخ، لاننا عمالين نتكلم عربي ومحدش متعود الحقيقه على انه المذيع يتكلم باللغه العربيه. هيقول لك ده ايه، ده طه حسين اللي كان بيعمل الحكايه دي. نعم. ولا حد متعود ان الضيف يتحدث بلسان عربي فصيح كما تفعل انت. لكن خليني اتكلم عشان الناس تفهمنا وما يزهقوش مننا قوي انا وانت. لما نيجي اتكلم عن لغه الفضائيات، هل هؤلاء يتحدثون لغه عربيه؟ الحقيقه ان لغه الفضائيات هي لغه فضائيه لم تهبط الى الارض حتى الان. وان المذيعين الذين اثروا في تاريخنا، يعني لم يمتد بي العمر لألحق مثلا جيل المذيعين الكبار، لكني سمعت الرجل الذي يحمل رسالة، هذه الرسالة لا تجعله يطأطئ. لماذا لا أشد الناس إلي؟ أم كلثوم حينما غنت الفصحى وفيروز حينما غنت الفصحى أصبح يرددها الرجل العامي الذي لا يجيد القراءة والكتابة. المشكلة ليست النزول إلى الناس، لأن المجتمع في نزول، لكن المشكلة الحقيقية هي الاستسهال. الاستسهال في كل شيء. يعني حين يتحدث المذيع بالعامية هو لا يقترب من الناس، يعني الحقيقة بل يبتعد عن اللغة. يبتعد عن اللغة، وابتعاده عن اللغة هو ابتعاد عن هوية. يعني ربما يكون الشيء المختلف هو الذي سيجعل الناس يقبلون عليه. يعني بما انك انت قلت هوية، عايز برضو اسأل سؤال سريع ربما يكون هذا موقعه. هل اللغة وسيلة للتفكير؟ يعني اذا اعتبرنا اللغة وسيلة تفكير، اذا كانت لغتي مكسرة، هل يكون تفكيري ايضا زي لغتي؟ هم قالوا ان اللغة وعاء الفكر. وربنا سبحانه وتعالى يعني في محكم كتابه يربط بين زلة اللسان وزلة القلب. يعني هذه الأمور والقلب. وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة سوى حصاد ألسنتهم؟ إلا حصاد ألسنتهم. ما هو إلا وسوى أدوات استثناء يعني. نعم، لكن نص الحديث طبعا. نعم. طبعا أشكرك على التصحيح. في هذا الأمر موضوع أن اللغة إذا كانت مكسرة فالفكر سيكون كذلك. نعم، لأنها تعتمد على تسلسل فكري. يعني اللغة الربط بين الدلالة واللفظ، هذه عملية عقلية. فإذا اختلت الدلالة وأصبحت الكلمات الآن تأخذ دلالات أخرى، هذه الدلالات الأخرى بعيدا عن أصلها اللغوي. يعني لو أخذنا مفردة كالمفردات التي نستعملها الآن بمنطق معين، المال مثلا، يعني أصبح متعارف عليه أن أنا أذكر عملة معينة بشكل معين فيفهمها الناس، لأن أخذتها من إطار دلالتها المتعارف عليه إلى إطار أصبح يشيع بين الناس. إذا كان لكل مهنة
لها الأشياء التي تخصها لغويا. يعني لو ذكرنا مصطلحات في مهنة معينة يعرفها أصحاب هذه المهنة، لكن أن يصبح المجتمع كله يصير أو يسير نحو مصطلحات أخرى تبتعد به، ليس على مستوى الكلام لكن حتى على مستوى الكتابة. مستوى الكتابة أن أجد حرف العين يكتب 3 باللغة الإنجليزية أو لا أستوعب ذلك. يعني الأمر يبتعد بنا كثيرا عما نريده. طيب عشان ما نعملش زي الناس اللي دايما تعمل انها تقول في مشاكل وما تحلهاش، ايه رأيك نتكلم في الحل؟ يعني مثلا لو اتكلمنا عن أوروبا بعد أو إبان العصور الوسطى، لما حاولت تنهض أو لما حان وقت نهضتها، ما الذي فعلته أوروبا؟ ألم تتجه إلى اللغة؟ ألم تبدأ بإحياء اللغة؟ أولا يبدأ إحياء الأمة وتغيير الحال من إحياء اللغة؟ وإذا أردنا أن نحيي هذه اللغة كيف نبدأ وماذا نفعل؟ أمامنا تجارب سابقة وتجارب حالية، لأن يعني بلادنا لا تخلو من مخلصين ولا تخلو من شرفاء على طول العهد. الكل قال إن البداية من التعليم. يا أخوانا الأمور واضحة، أحد يقول لي هذا طريق الصواب فامشي فيه. نجرب أن نستمع إلى هؤلاء الشرفاء. يعني جربنا كل الطرق، فماذا ذهبت بنا؟ ذهبت إلى شيء سيء. لماذا لا نجرب هذا الطريق؟ تجربة ماليزيا، تجربة أوروبا، تجربة أمريكا، كل الدول التي ننظر إليها على أنها هي المتقدمة بدأت من التعليم ومن الإنفاق عليه. والتعليم يبدأ من اللغة التي تستطيع من خلالها أن توصل العلم. نحن كنا نسود الأمم بمنطق القوي، وكانت العلوم تدرس باللغة العربية. حين ضعفنا، حين ضعف الناس، ضعف العرب، تراجعوا وتراجع معهم علمهم. في الأندلس العرب كانوا يذهبون، كان علمهم يذهب إلى أوروبا كلها، أناروا العالم بما يملكون بلغتهم، وكان معيار تفوق أي واحد ينطق بلغة أخرى أنه يتعلم اللغة العربية. يعني هنا أنت بتفكرني بابن رشد عندما سقطت الأندلس. ذهب ابن رشد إلى فرنسا ورحب به الفرنسيون، وما كان مرفوضا في هذا الوقت من أهله قبلته فرنسا، فتحولت أوروبا من عثرتها إلى نهضتها. هكذا يبدأ الطريق من العلم، من المعرفة، من اللغة، من احترام المعرفة. معنا شاعر، والشاعر لابد أن يستمع إليه. نريد أن نستمع إلى قصيدة، لكن اسمح لي بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم لكي نستمع معا إلى إحدى قصائد هذا الشاعر النبيل الكريم الكبير إبراهيم منصور. أشكرك. فوق احتمالي بي ملء بحر صرخة، لا يفقه الصبار صمتي إن سرت. ماذا سيحدث إن هربت ولم أعد؟ عامان يشتد البكاء وينقضي، وتعود تبحث عن طريق يسعف الجسد المعنى باحتضان غيابها، والليل حارسها إذا ملت غيابي. أما الصغار فقد تركت شجيرة للظل والثمر المقيم تعولهم، وتركت أقواما على عهدي بهم يرعونهم قبل اكتشاف حقيقتي. لا تخبروا أحدا بعري، لا تخبروا أحدا بعري،
واخفضوا لي من جناح الستر نافذة أروغ خلالها، فوق احتمالي أن أضل فساعدوني، كل ذنبي كان لي وأمامكم كنت الجميل، فأرجعوا لي ما تبقى من حسابي، لم أعش طفلا ولا شيخا، متى أحيا ولي حق التمرد أن أعيش وبيننا سر تعهد أن يداري وجهه، عد بي أعدك بأن أكون كما تحب، ولن أغار ولن أغير على أحد، وإذا أردت أكون وجهك في اللقاء أكونه، وأصير جندك في المدد، فوق احتمالي أن أظل وليس غيرك شاغلي، أتعيد لي وجهي القديم وعلبة الحلوى وسخرية الكبار إذا رأوني شاعرا، أتعيد لي تلك المساحة خلف بيتي كي أرى عند الصباح الشمس تأتي بالنهار ولا أخاف من الكمد، فوق احتمالي أن أسر إليكم بحبيبتي، فهي الندية والغنية والصبية رغم نكران الولد، وهي التي رغم الردى عاشت لتحمل للأبد. الله. أشكرك. يظل الشعر أجمل الكلام. ذكرت في هذه القصيدة التمرد، وتحدثت عن الحب. طبعا هو عندما يتحدث الشاعر عن الحب فدائما ما يذهب المستمعون والمتلقون إلى الحب بين الرجل والمرأة، لكن هل يتوقف الحب في الشعر وفي هذه القصيدة عند هذه العلاقة أم يتجاوز ذلك؟ ثم على ماذا تتمرد أو تريد أن تأخذ حق التمرد؟ ربما لأن الواقع ينأى بنا عن تحقيق أشياء كثيرة نتمناها، فنحاول أن نحقق ذلك من خلال الافتراض. إذا كان هناك الآن عالم افتراضي عبر الإنترنت، فإن العالم الافتراضي للشاعر موجود طوال الحياة، هو العالم الذي يصنعه بنفسه. كما قال إيليا أبو ماضي: إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها. أنا بالحب قد وصلت إلى نفسي، وبالحب قد عرفت الله. لكن هذه المعرفة هي التي تحركك إلى حب كل شيء، الحب الذي ينطلق بصورة أو بأخرى عبر محرك يعقل، لهم قلوب يعقلون بها. هذه القلوب التي تعقل هي القلوب التي عقلت هذا الحب، فانطلقت منه إلى حب المرأة، إلى حب الجمال بشكله العام، حتى تصل أو تتمنى أن تصل إلى ذلك الحب الذي عنده لن تتوقف حياتك، ولن يتوقف نبض ودفق هذه المشاعر لتصل إليه. يمكن أنت تكلمت عن فكرة الاتصال والتواصل. هل الشعر وسيلة اتصال وتواصل؟ ده سؤالي الأول. هل عندما يلجأ الناس صغارا وكبارا إلى الفيسبوك والإنترنت ليل نهار، هل هذا يعلن عن قطيعة بين الناس وبين واقعهم، وخاصة أن احنا بنسمي النت العالم الافتراضي؟ هل يهرب الناس بتجري وتهرب من عالمهم الواقعي؟ ولماذا يهرب الناس من عالمهم الواقعي إلى هذا العالم الافتراضي؟ لماذا ينقطعون عن الاتصال بمن حولهم، إذا كانوا يعني ولادهم أو أهلهم أو أقاربهم أو جيرانهم أو وسطهم الاجتماعي، ثم ينطلقون إلى الواقع الافتراضي؟ لماذا هذه القطيعة مع الواقع ثم التواصل من خلال الواقع الافتراضي؟ هي واحدة من المغيبات التي أظن أنها مقصودة. يعني إذا كان هناك قصدية في تغييب العقول، وربنا سبحانه وتعالى جعل تغييب العقل يعني من أكبر الأشياء التي تصل بالإنسان
إلى الهلاك. فإن تغييب العقل لم يعد على مستوى، يعني لن نتحدث عن عقدتنا كعرب أننا مستهدفون، وإن كان في ذلك حقيقة، لكن العالم كله أصبح مغيب الآن. هذا التواصل الذي يجعل أسرة بأكملها حتى وهي تعيش في مكان واحد، كل واحد فيهم في مكان آخر من خلال جهاز صغير يربطه بالعالم. لكن المعادلة تظل هي معادلة الخطورة، ومعادلة لا تستطيع أن تستوعبها. يعني أمام هذا الكم من العطاء الذي تستطيع بزر واحد أن تكتب كلمة أو تكتب جملة عن شيء، فيظهر أمامك المئات والألوف من الكتب ومن الموضوعات التي تتحدث عنه، أنت في بعد عن ثقافة. يعني حين كانت الكتب ثقيلة علينا ماديا ومعنويا في الحصول عليها، وكانت فرحتك وفرحتي أن أحصل على هذا الكتاب أو أجده عند صديق، أصبح الآن بضغطة تستطيع أن تحمل مكتبة بأكملها. يعني الدارسون يعرفون ذلك جيدا. حين كنت تنتقل وأنت تعد رسالة معينة أكاديمية في شيء معين، فتذهب إلى المكتبات المركزية وتأتي من الأقاليم وأنت في مكانك. لكن المعادلة التي أراها خطيرة هي مع ذلك ومع هذا المتاح فإننا نبتعد كثير. نبتعد في الثقافة، فهي أصبحت ثقافة التكاوي الذي يستطيع أن يأخذ شيئا سريعا لكي يسد به جوعة معينة. هذه الجوعة ربما تكون جوعة شعورية أو معرفية أو اجتماعية. هذا ما يحدث، هذه هي القطيعة، وهذا هو عدم التواصل الذي أراه. عندما نكون في حضرة شاعر لا نريد للوقت أن يمضي، لكنه يمضي. نعد بأننا سوف نستضيف هذا الشاعر مرة أخرى كلما استطعنا ذلك، وأعني كلما حضر إلينا. أنا بشكرك على حضورك. أنا بشكر حضرتك ويشرفني إن شاء الله أن ألتقيكم مرة أخرى. السيدات والسادة، كنا معكم من قناة النهضة، نحاول أن نتلمس السبيل إلى الطريق، نحاول أن نصل إلى بدايات الحروف حتى نستطيع أن نصل إلى بعض النهايات. شكرا لكم وإلى لقاء.